في بدايه التسعينات كده شون مايكلز والاندرتيكر ما كانوش مهتمين ببعض خالص، كل واحد فيهم في عداوته وما كانش في حد فيهم بيحتك بالتاني نهائي. وكان في الوقت ده شون مايكلز عدوه الاول في الاتحاد هو بريت هارت، لحد لما جينا لسمر سلام 1997 وكانت مباراه بين بريت هارت والاندرتيكر، واللي كان ساعتها الاندرتيكر هو بطل الاتحاد، وكان الحكم في المباراه دي هو شون مايكلز. بس حصلت حاجه غريبه جدا في المباراه دي، في اخر المباراه شون مايكلز خد له ضربه كده بالغلط ووقع تحت الحلبه. في اللحظه دي بريت هارت جاب كرسي وضرب بيه الاندرتيكر ورمى الكرسي في اخر الحلبه، وبعد ما ضرب الاندرتيكر جه يثبته وطلع بعدها على طول شون مايكلز علشان يعد على تيكر، بس الاندرتيكر فك التثبيته. بعد بقى ما الاندرتيكر فك التثبيته شون مايكلز بص كده على اخر الحلبه لقى كرسي موجود، اللي هو الكرسي ده جه منين؟ مسك بريت هارت وقعد يساله انت اللي استخدمت الكرسي ده؟ انت اللي عملت كده؟ وبريت هارت كان بيقول له لا، وما كانش عاوز يتكلم معاه وما كانش مديله اهتمام اصلا. قام شون مايكلز لما اتعصب من بريت هارت مسك الكرسي وجاي ينزل بيه على وش بريت هارت، قام بريت هارت اتفاداها ولبس في وش الاندرتيكر ووقع على الارض. واول ما الاندرتيكر وقع على الارض قام بريت هارت على طول راح جاي مثبته. المفروض بقى شون مايكلز ما يعدش عليه لان هو اللي ضرب الاندرتيكر اصلا يعني، بس حصل كده؟ لا ما حصلش. هو فعلا شون مايكلز كان متردد يعد ولا ما يعدش، ولكن في الاخر عد وهو متردد وعد وفاز بريت هارت، وخسر الاندرتيكر حزام الاتحاد بسبب شون مايكلز. ومن هنا بقى بدأت القصة، بدأت العداوة اللي بقت في الاخر من اجمل واحلى العداوات في تاريخ الشركة بلا استثناء. طبعا الاندرتيكر مش هيسيبه بعد ما خسر الحزام بسببه. لعبوا بعدها اول مباراه بينهم في التاريخ، وكانت في الهيل ان سيل 1997، ودي كانت اول مباراه هيل ان سيل تقريبا يعني في الشركه تقريبا. المهم ان المباراه دي كانت مباراه صعبه جدا جدا. كان العصر اللي هم موجودين فيه ده كانوا مسميينه عصر الاتيتيود اريا، بمعنى ان المباريات بتبقى دمويه جدا جدا، بيبقى فيها دم وضربات عنيفه وغبيه وحاجات صعبه جدا بجد يعني. الاندرتيكر وشون مايكلز موتوا بعض في الماتش ده، وشون مايكلز نزل دم لدرجه ان المعلقين ساعتها قالوا ان شون مايكلز هينقسم نصين لو ما بطلش الحركات اللي بيعملها دي، عشان شون مايكلز كان خفاش في المباراه دي بجد يعني، كان خفاش قوي، بيطير هنا ويطلع فوق القفص هنا وينط من هنا، خفاش في الحلبه. المهم ان الاندرتيكر ما بياكلش معاه كل الكلام ده، وكان الاندرتيكر على وشك انه يفوز بعد مباراه قعدت حوالي 40 دقيقه بالظبط، ولكن قبل ما يثبت شون مايكلز حصلت حاجه جامده جدا جدا. اتدخل كيري في المباراه وكسر باب القفص وضرب الحكم وواقف كده قدام الاندرتيكر، في حين ان هو والاندرتيكر المفروض هما الاتنين اخوات، كانوا ساعتها هما اخوات في السيناريو، ولكن من كتر ما كانت السيناريوهات زمان واقعيه جدا جدا وما كانش فيه بقى لا سوشيال ميديا ولا كل الكلام ده كله، وكانت السيناريوهات دي بينفذوها صح جدا جدا، كنا بنفتكر ان هي بجد، وكنا فاكرين ان كين والاندرتيكر اخوات بجد. مين فينا ما كانش فاكر كده؟ انا عن نفسي واحد من الناس كنت فاكر كده. المهم في اللحظه دي لقينا كين ضرب الاندرتيكر اللي هو المفروض اخوه وفنشه، وبعدها شون مايكلز وهو ميت كده حط ايده يثبت الاندرتيكر، وفعلا الحكم عد وفاز شون مايكلز وهو ميت كده، وده اول فوز لشون مايكلز على الاندرتيكر في حياته كلها. هيجي بقى حد ويقول لي طب ليه كين عمل كده؟ ليه هجم على اخوه؟ هقول له عشان مدير اعمالهم اللي هو الراجل ده بول بيرر قال لكين ان الاندرتيكر ولع في جنازه ابوك تقريبا يعني. المهم ان الراجل ده وقع بينهم ساعتها، فكين غضب جدا جدا ودخل عمل كده في الاندرتيكر، ومن هنا برضو دخل الاندرتيكر بعدها في عداوه مع كين، وبقى الاندرتيكر ماشي يعتبر في عداوتين مع بعض، عداوته مع شون مايكلز وعداوته مع كين. ما علينا من عداوته مع كين دلوقتي، ولكن استمرت العداوه بينه وبين شون مايكلز لحد لما وصلنا للرويال رامبل 1998. في عرض الرويال رامبل 1998 لعبوا بعض هما الاثنين مباراه، وكانت الحدث الرئيسي في العرض، وكانت المباراه دي من نوع كاسكت ماتش، بمعنى يعني كاسكت ماتش ده اللي هو مباراه نعش، مباراه صندوق، بمعنى برضو ان اللي هيدخل التاني صندوق دفن الموتى ده ويقفل عليه، اهم حاجه يقفل عليه بقفل، اهم حاجه يقفل عليه بقفل، اللي هيقفل بالقفل هو ده اللي هيفوز. وبالمناسبه العرض ده كان في بلد شون مايكلز، كان في مدينته يعني. المهم هما الاثنين حاولوا كذا مره يدخلوا بعض الصندوق ده ويقفلوا على بعض، بس ما كانوش بيعرفوا، لحد لما جت لقطه كده الاندرتيكر شال شون مايكلز وحدفه بره عشان ينزله في الصندوق، ولكن الحدفه جت بعيده شويه عن الصندوق، وكانت الرميه صعبه جدا وكانت غلط اصلا، واتصاب فيها شون مايكلز. بس ما كانتش اصابه فوريه، لا هو اتصاب في اللحظه دي وكان يعتبر كده خلاص شون مايكلز يعني خارج بره المباراه خلاص يعني، ولكن شون مايكلز كمل باصابته. هو قال بعد كده ان هو اتصاب في اللقطه دي وظهره وجعه جدا جدا فيها، بس هو كمل المباراه. المهم يعني ان المباراه دي انتهت في الاخر بدون فايز، لان في اخر المباراه كان الاندرتيكر هيفوز
يفوز، بس اتدخل في المباراه دي الدي اكس، دخل فريق الدي اكس اللي هم اصحاب شون مايكلز ونزلوا ضرب في الاندرتيكر. ولكن برضه اتدخل في المباراه دي كين، دخل كين وضرب الكل، ضرب الدي اكس وضرب الاندرتيكر برضه، وبعد كده راح جاي رازع الاندرتيكر تشوك سلام ورماه في الصندوق وقفل عليه، وبعد كده جاب بنزين وولع في الصندوق. بس طبعا يعني الاندرتيكر اكيد كان نزل تحت الارض يعني ولا حاجه، اكيد مش هيولع في الصندوق وهو جواه يعني، عشان احنا زمان كنا بنصدق اللي هو ازاي حرقوا وبعدين الاندرتيكر عاش تاني، كنا فاكرينه عفريت. انا كنت عن نفسي فاكره كده، كنت بخاف منه اصلا يعني. وكين على فكره كان صعب جدا جدا، ده كين والاندرتيكر حكايتهم حكايه بجد يعني. المهم ان العداوه كانت المفروض تستمر بين شون مايكلز والاندرتيكر وكين، بس شون مايكلز ساعتها الاصابه شدت عليه جامد جدا بسبب كمان انه كمل بيها الماتش، فساعتها شون مايكلز اضطر انه يعتزل لان الاصابه كانت جامده جدا جدا عليه، فاعتزل ساعتها شون مايكلز وغاب عن الدبليو دبليو اي، في حين ان الاندرتيكر كمل وغير شخصيته اللي هي كانت شخصيه الديد مان اللي هي شخصيه الحانوت يعني من الاخر، ودخل في شخصيه تانية اللي هي امريكان باداس اللي هو كان بيركب فيها الموتوسيكل الهارلي ده. في 2002 بقى لقينا شون مايكلز رجع للحلبة من تاني بعد ما تعافى تماما من اصابته، ودي كانت بصراحة من اجمل العودات اللي حصلت في تاريخ الشركة، لان كانت الناس بتحب شون مايكلز جدا 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 وما كانوش شبعوا منه وزعلوا جدا انه اعتزل، فكونوا ان هم يشوفوه تاني على الحلبة بعد 4 سنين او 5 سنين غياب دي كانت حاجة جامدة جدا جدا ليهم. المهم بقى في 2004 رجع تاني الاندرتيكر لشخصية الديد مان، رجع لها تاني في 2004 واللي فضل مستمر بيها لحد لما اعتزل. المهم هم ما احتكوش ببعض من بعد ما رجع شون مايكلز في 2002، ما احتكوش ببعض خالص لحد لما وصلنا ل 2007. وصلنا ل 2007 في مباراة الرويال رامبل، المباراة اللي صنفت من افضل مباريات الرويال رامبل في التاريخ. دخل الاندرتيكر رقم 30 وشون مايكلز كان موجود على الحلبة، والجمدان بقى ان هما الاثنين فضلوا لاخر 2 في المباراة وجها لوجه من 1998. جمدان، الفكرة نفسها جامدة، عداوتهم تنتهي في رويال رامبل 1998 وترجع تبدأ تاني في رويال رامبل 2007. وبالمناسبة برضو الرويال رامبل دي كانت في بلد شون مايكلز. عظمة السيناريوهات بتاعت زمان تتفوق على سيناريوهات دلوقتي بكتير. المهم بعد ما طلعوا ال 28 مصارع وما تفضلش غيرهم هما الاثنين على الحلبة، قعدوا هما الاثنين يدبوا في بعض حوالي 7 دقايق كاملة، اللي هما عملوا ماتش جديد اساسا، ماتش جوه الماتش. وطبعا الاثنين دول بالذات لما بيقفوا قدام بعض على الحلبة بيموتوا بعض، بيفرهدوا بعض حرفيا، بس في الاخر خلصها الاندرتيكر بصعوبة جدا جدا وطلع شون مايكلز، وكانت الجماهير ساعتها هتتجنن بجد ازاي ده حصل، وفاز الاندرتيكر في مباراة الرويال رامبل. المهم هم كملوا السنه دي عادي جدا كل واحد في عداوته لحد لما وصلنا تاني لمباراه الرويال رامبل 2008، بس المره دي بقى دخل الاندرتيكر رقم 1 ودخل شون مايكلز رقم 2، ووقفوا هم الاثنين قدام بعض من تاني، بس المره دي كانت في بدايه المباراه. المهم طبعا قعدوا يدبوا في بعض هم الاثنين لحد لما الحلبه بقت زحمه جدا جدا، وطبعا كله بقى بيخبط في بعضه. بعد 36 دقيقه شون مايكلز غفل الاندرتيكر بواحده سوبر كيك وطلعه من المباراه، وفي لحظه ما هو بيطلع تيكر جه من وراه مستر كينيدي وراح جاي مغفل شون مايكلز وراح جاي مطلعه هو كمان، وبقى شون مايكلز والاندرتيكر هما الاثنين واقفين قدام بعض تحت الحلبه في نفس الوقت، هما الاثنين طلعوا، مفيش حد احسن من حد. ولكن برضه بعد اللي حصل في المباراه دي برضه ما تقابلوش في راس المنيا 24 اللي هي في 2008، لان كل ده كان بناء للمباراه اللي الدبليو دبليو اي كانت مقرره انها تعملها اصلا في 2009، يعني هم اصلا كانوا مقررين ان هم يعملوها في 2009 ولكن كانوا بيبنوا فيها من 2007. زي ما قلت لكم يعني قبل كده ان الدبليو دبليو اي لما بتبقى ناويه تعمل حدث ضخم جدا بتقعد تبني له جامد وتشوق الناس ليه ممكن بتاع قبلها بسنتين ولا حاجه، وده اللي حصل فعلا. المهم بعد الرويال رامبل 2008 كان المفروض شون مايكلز واندرتيكر هم الاثنين يقابلوا بعض في راس المنيا اللي بعدها، ولكن ده ما حصلش بسبب ان شون مايكلز كان عنده ديون كتيره جدا عليه ومش عارف يعمل فيها ايه، ولكن جي بي ال عرض على شون مايكلز انه يسد له كل ديونه دي في المقابل ان هو هيعمل عقد معاه ان هو يبقى مأجره، ان هو يبقى تحت طوعه يساعده في المباريات يخليه يكسب ما يعملش حاجه غير لما يستأذنه كده يعني. المهم شون مايكلز وافق عشان ينقذ نفسه من الديون دي، ولكن شون مايكلز كان متضايق جدا جدا من اللي هو فيه ده وكان هدفه انه يلاعب الاندرتيكر. فضل شون مايكلز شويه كده مع الجي بي ال لحد لما جينا للرويال رامبل 2009، بس قبل الرويال رامبل 2009 جي بي ال قال لشون مايكلز انه هيلاعب جون سينا على بطوله الاتحاد ولازم تساعدني، انا لازم اكسب لازم اكسب.
وبعد كده في عرض الرو اللي بعديه جي بي ال راح لشون مايكلز في الكواليس وقعد يفكروا باللي قال له عليه انه لازم يفوز على سينا وكده يعني وان هو لازم يساعده. جي بي ال مشي من هنا وبعدها شون مايكلز بيلف دماغه كده لقى في وشه الاندرتيكر. جاله الاندرتيكر يجر شكله انه عاوز يلعبه وعاوز ينهي خلافه معاه وقعد يقول له كلام كده غريب شويه، يقول له انا عاوز اخش الجنه بس انا في الجحيم دلوقتي وكلام غريب كده يعني. المهم شون مايكلز سابه ومشي وبيفكر يتخلص ازاي من عبوديه جي بي ال دي لحد لما جينا للمباراه بين جي بي ال وجون سينا في الرويال رامبل 2009. شون مايكلز كان واقف تحت الحلبه والرجاله فوق بيدبوا في بعض، وطبعا في اخر المباراه كده الحكم خد له ضربه كده حلوه ورقد على الارض شويه، وفي اللحظه دي بقى شون مايكلز المفروض يطلع يضرب سينا ويساعد جي بي ال، بس شون مايكلز كان جايب اخره من جي بي ال وراح جاي رازعه واحده سوبر كيك وجون سينا هو اللي فاز. طبعا بعدها حصل بينه وبين جي بي ال بروموهات كتيره، ولكن انتهت في الاخر العداوه دي بان جي بي ال قال له هلعبك مباراه لو انت فزت فيها فخلاص هتبقى حر ومع نفسك خلاص، لكن لو انا اللي فزت همتلكك للابد وهتبقى كل حاجه فيك تحت امري. شون مايكلز وافق عشان عاوز يتخلص منه باي شكل، وفعلا لعبوا مباراه في العرض اللي كان بعديه وكان عرض نو واي اوت، وبالفعل فاز شون مايكلز على جي بي ال وانتهى من عقد جي بي ال اللي كان مستعبده بيه. في عرض الرو اللي بعد المباراه دي على طول طلع جي بي ال على الحلبه وقال ان هدفه دلوقتي هو كسر سلسله الاندرتيكر في راس المنيا. قام طلع له بعدها على طول شون مايكلز وقال له لا ده انا اللي هدفي من زمان ان انا اعمل كده، انا اللي هكسر سلسله الاندرتيكر في راس المنيا. المهم شدوا مع بعض في الكلام وفي الاخر اتحددت مباراه بينهم هما الاثنين، واللي هيفوز في المباراه دي هيقابل الاندرتيكر في راس المنيا، وفعلا فاز تاني شون مايكلز على جي بي ال، وبكده بقى المفروض خلاص شون مايكلز هو اللي هيلاعب الاندرتيكر في راس المنيا. بس لا برضه ظهر له عائق جديد، طلع له كوزلوف، وده كان مصارع موجود كده في فتره من الفترات في الدبليو دبليو اي يعني، والمصارع ده كان غالبا روسي، بس كوزلوف ده من ساعه ما دخل الدبليو دبليو اي وهو ما كانش بيخسر خالص وكان واحد ضخم كده يعني. المهم قال له نفس الكلام بالظبط، انا اللي هلاعب الاندرتيكر في راس المنيا، وشون مايكلز يقول له لا انا اللي هلاعبه في راس المنيا، لحد لما اتحددت بينهم برضه مباراه اللي هيفوز فيها هيقابل الاندرتيكر في راس المنيا، وفعلا فاز شون مايكلز على كوزلوف. وبعدها على طول بعد ما شون مايكلز كسبه دخل له الاندرتيكر عند باب الحلبه وما اتكلمش ولا كلمه، بس شون مايكلز فهم الرساله. بعدها بقى في عرض الرو ظهر شون مايكلز على الحلبه وقال انه بيحترم سلسله الاندرتيكر في راس المنيا، بس هو مش زي اي حد الاندرتيكر هزمه قبل كده، لا انا مختلف وانا اللي هقضي عليه ومفيش حاجه بتدوم للابد، وكلام كتير جدا من ده يعني. بس بعدها ظهر على الشاشه فيديو لانتصارات الاندرتيكر في راس المنيا، الفيديو خلص من هنا ولقينا بعدها الاندرتيكر واقف وراه من هنا بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، وبدا بينهم برومو جامد جدا. شون مايكلز قال له انا عارفك كويس من زمان قوي وكنت عارف ان انت واقف ورايا لان انا بشم ريحتك وما بخافش منك. اما الاندرتيكر قال له انا بحترمك بس انت غرورك صور لك ان انت تقدر تهزمني وتنهي حكمي في راس المنيا، انا دمرت مصارعين كتير جدا 16 سنه في راس المنيا بدون هزيمه وانت زيك زيهم مش مختلف عنهم في اي حاجه. قام شون مايكلز قال له انا مستر راس المنيا، انا ايقونه راس المنيا وتاريخي يشهد لي بكده. قام تيكر قال له انت اتهزمت قبل كده في راس المنيا انا لا، وغالبا الاندرتيكر قال له حاجه زي كده يعني، قال له انت يا ابني هتصعب عليا من اللي هيحصل فيك لانك هتواجه اخطر كيان على الاطلاق واخطر واحد رجله لمست ارض الحلبه، اركض في سلام. قام شون مايكلز قال له انا هستريح فعلا راحه جامده جدا على الاخر يوم 5 ابريل بعد ما اكون خلصت عليك. انت الاندرتيكر وهزمت مصارعين كتير في راس المنيا وعروض تانية كتير كمان، بس انت عمرك ما قدرت تهزم شون مايكلز، وده حقيقي فعلا تاريخ مواجهتهم في المباريات الفرديه اللي قلت لكم عليها قبل كده دي الاندرتيكر كان عمره ما كسب فيها شون مايكلز. المهم في عرض الرول اللي بعديه حصلت مباراه غريبه جدا كده، كانت مباراه تاج تيم بين جي بي ال وكوزلوف ضد الاندرتيكر وشون مايكلز، حطوهم هما الاثنين مع بعض في نفس التيم. المهم في اخر المباراه دي الاندرتيكر كان هيعمل تشوك سلام لجي بي ال بس شون مايكلز سلم له ودخل رزع جي بي ال سوبر كيك، والحركه دي ضايقت الاندرتيكر جدا جدا جدا، اللي هو انا مش مالي عينك يعني ولا ايه. وبعد المباراه جري ورا شون مايكلز علشان يضربه، بس شون مايكلز دخل ورا الكواليس ورجع تاني بسرعه غفل الاندرتيكر واداله واحده سوبر كيك.
في عرض الرول اللي بعديه طلع الاندرتيكر على الحلبه وقال انا ما هزمتش شون مايكلز قبل كده، بس اخر مره لعبته فيها في الرويال رامبل 98 قعدته في بيتهم بعدها 5 سنين بسبب الاصابه اللي عملتها له في ظهره، وفي راس المنيا هعمل فيه نفس الكلام بالظبط. بس بعدها دقت موسيقى شون مايكلز، ولكن شون مايكلز ظهر له على الشاشه وهو واقف في المقابر وعمال يقول له انا هعمل فيك كده وهحطك في الحفره دي وهردم عليك وكلام كتير من ده يعني، وقال له في الاخر ارقد في سلام. بعدها بقى بنروح لاجمد برومو في العداوه دي كلها، وكان في سماك داون اللي بعديه لقينا دخله الاندرتيكر بالظبط بتحصل ولكن باللون الابيض، كل حاجه ابيض في ابيض حرفيا. الرجال دفن الموتى دول اللي هم بيبقوا داخلين في دخله الاندرتيكر لقيناهم لابسين ابيض في ابيض في ابيض. وبعد كده طلع واحد على الحلبه وكان لابس بالطو ابيض وبيقلع الطاقيه بنفس طريقه الاندرتيكر، وطلع في الاخر شون مايكلز وكان لابس البالطو الابيض ده زي ما انتم شايفين كده، وكل حاجه كانت ابيض في ابيض والناس اللي معاه ابيض في ابيض وكل حاجه. هم كانوا بيقلدوا دخله الاندرتيكر بالظبط، الاندرتيكر كان بيخش نفس الدخله دي ولكن كل حاجه اسود في اسود. فشون مايكلز بقى لما عمل كده مسك المايك وقال انا بمثل النور والاندرتيكر بيمثل الظلام، ومباراتنا في راس المنيا هتكون النور ضد الظلام، والظلام عمره ما انتصر قبل كده على النور. قام الاندرتيكر طلع له من تحت الحلبه اللي هو انت بتقول ايه سمعني كده تعالى لي، وراح جاي ماسكه رزعه واحده شوك سلام. في عرض الرول اللي بعديه طلع شون مايكلز وكان موجود على الحلبه صندوق دفن الموتى ده، طلع شون مايكلز وقال ان الصندوق ده هيحط فيه الاندرتيكر وهتبقى دي جنازته وههزمه في راس المنيا وهكسر السلسله وهقضي عليه للابد ونفس الكلام يعني. قام مره واحده النور طفى ولقينا الاندرتيكر ظهر على الحلبه، بس لما طلع الاندرتيكر سمعنا صوت باب الصندوق بيتقفل اكن شون مايكلز دخل جوه الصندوق وقفل على نفسه. الاندرتيكر سمع الصوت ده وعرف ان شون مايكلز جوه الصندوق، فقرب من الصندوق كده واحده واحده بالراحه وجه يفتحه ما لقاش حاجه، فدى ظهره للصندوق وكان ناوي يتكلم بس طلع له شون مايكلز من تحت الصندوق واداله اخر سويتش ميوزك قبل مباراه الراسلمانيا. بنروح لاجمد مباراه في تاريخ راس المنيا بلا منازع بلا استثناء. بينزل شون مايكلز من فوق وهو لابس ابيض في ابيض، وبيطلع الاندرتيكر من تحت الارض وهو لابس اسود في اسود، البدله بتاعته يعني اكن الظلام بيلاعب النور. المباراه دي قعدت 30 دقيقه بالظبط، اعظم مباراه شفتها في حياتي في راس المنيا. المباراه فاقت كل التوقعات حرفيا، والاتنين دول عملوا اداء اكتر من رائع بجد، عملوا كل حاجه ممكن تتعمل في كل حاجه 5000 تثبيته اتفكت، 5000 سويتش ميوزك على تشوك اسلام على توم بستون بره الحلبه وجوه الحلبه، بهدلوا الدنيا موتوا بعض. المباراه دي لو اتكلمت عنها من هنا لبكره مش هخلص، فالافضل ان انتوا تروحوا تشوفوها وهتلاقوها على قناه الدبليو دبليو اي الرسميه على اليوتيوب. اكتب في السيرش شون مايكلز فيرسس اندرتيكر الراسلمانيا 25 وهتظهر لك على قناه الدبليو دبليو اي الرسميه، واستمتع بالمشاهده. المهم ان بعد 32 دقيقه خلصها الاندرتيكر وفاز على شون مايكلز، وزادت سلسله الاندرتيكر مباراه جديده وبقت 17-0. مباراه مفيش اختلاف عليها، لو ما شفتهاش لازم تشوفها لازم. وقبل ما اقفل الفيديو ده احب اقول ان الاندرتيكر عامل سلسله انتصارات في راس المنيا 25 انتصار، رقم قياسي محدش هيقدر يوصله نهائي في يوم من الايام. عشان حد يكسر الرقم ده لازم يقعد 26 سنه في الاتحاد ويلعب كل سنه في راس المنيا ويفوز في كل سنه، فعشان كده بقول لكم ده رقم صعب ومستحيل حد يكسره. رومان رينز محتفظ بحزام اليونيفرسال 1000 يوم، وكلنا شايفين ان ده رقم قياسي صعب جدا ومش عارفه ايه، ولكن ده رقم قياسي سهل انه يتكسر. ولكن الرقم القياسي للاندرتيكر في راس المنيا 25 انتصار، صعب جدا جدا حد يعرف يعمل زيه في يوم من الايام. وبس كده يا معلم، هي دي قصه عداوه شون مايكلز والاندرتيكر من 97 لحد 2009. قول لي بقى في الكومنتات رايك ايه في الفيديو، عجبك ولا لا، وتحبوا اكمل لكم العداوه بين الاندرتيكر وشون مايكلز وتريبل اتش في راس المنيا ولا لا. وما تنساش بقى تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده يا معلم، خلص الكلام.